أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا في لقاء يتجدد من دار الأوبرا المصرية وبرنامجنا أوبرا القاهرة. كان حلم جميل لفنان عظيم هو الفنان علي الحجار. كان بيتمنى يقدم 100 سنة غنى، وأجمل ما قدم من خلال هذه السنوات. تعالوا مع بعض نعيش مع ذكرى الراحل العظيم بليغ حمدي و100 سنة غنى وعلي الحجار.
بعيد عن عينينا، جينا يا هوا البحر لجينا، واشتقنا ناس بعيد عن عينينا، وحلفنا المية مبلى علينا، ناوينا نخبر أهالينا. ومن خلال حفل الليلة 100 سنة غنى بيسعدنا يكون معانا الفنان أحمد عبد العزيز. أهلا بيك معانا، وإحنا سعداء جدا بمشاركتك النهاردة من خلال هذا الحفل. بنقولك ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، أهلا وسهلا بيك. كلمني على رأيك في مشروع 100 سنة غنى، شايفه إزاي وشايف اشتراكك فيه النهاردة إزاي؟ وإحنا النهاردة بنكرم موسيقار هو من أعظم الموسيقيين، وهو الفنان الراحل مبدئيا انا قبل اي حاجه انا بشكر الفنان الكبير الاستاذ علي الحجار ان هو اداني الفرصه ان انا اكون موجود في حفل كبير زي حفل 100 سنه غنى. بليغ حمدي بالنسبه لك انت كنت شايفه ازاي؟ موسيقار كبير ومربي اجيال وعمل اعمال كتيره جدا احنا اتربينا عليها كشباب، وفي نفس الوقت اعماله كان معاصره وكلاسيكيه وعمل قدم كل حاجه في مجال الفن، فاحنا حاجه بسيطه جدا ان احنا نحيي ذكراه. العبقريه الخاصه ببليغ حمدي تعرف تحدد لي ايه هي؟ الجمله البسيطه في الجمله اللحنيه البسيطه، وبيقدر يوصل كل حاجه عن طريق اعماله او عن طريق حاجه بسيطه كده في الغنى او في اللحن اللي بيعملوه. قدرته على تطويع الاصوات، يعني كان بيفهم في الاصوات كويس جدا وعارف كل صوت يطوعه ازاي. كلمني النهارده هتقدم لنا ايه من اعمال بليغ حمدي؟ ان شاء الله هغني على حزب وداد للفنان الكبير عبد الحليم حافظ. ايه تاني؟ لا هي اغنيه واحده كده. الله، يعني هو على حزب وداد مفيش احلى من كده في الدنيا. طب كلمني عن نفسك بقى يا احمد، ايه اهم الحفلات اللي شاركت فيها وحلمك بالنسبه للمسابقه؟ هو بمناسبه مهرجان الموسيقى العربيه انا الحمد لله شاركت في السنه اللي قبل اللي فاتت، بس شاركت في مسابقه رتيبه الحفني للمهرجان وخدت المركز الاول، فدي كانت حاجه كبيره جدا واتشرفت بيها طبعا، فاتمنى ان شاء الله ان اللي جاي يبقى احسن. حلمك القادم؟ تبتدي ان شاء الله كل خير.
ان شاء الله يتحقق كل احلامك. الف شكر يا احمد، اتمنى لك التوفيق. سلامات سلامات على حسن هداك يا ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا لي معاك حكايات 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 على حسن هداك يا ابويا على حسن هداك قلبي يا ابويا موال الصبر هدى من يوم الحب ما ذاب وانا عمري عايش يا ليل يا ليل يا عين يا ليل ما تقرب لينا احباب موال الصبر هدى من يوم الحب ما ذاب وانا عمري عايش يا ليل يا ليل يا عين يا ليل ما تقرب لينا احباب وانا صابر على المكسور يمكن يرجع لي في يوم وانا صابر على المكسور يمكن يرجع لي في يوم وتكون معاك يا ابويا ايام حلوه وحكايات حكايات 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 على حسب هداك قلبي يا ابويا على حسب هداك قلبي يا ابويا
يودي ما يودي ما يودي ويانا ماشي 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 ولا بيدي على حسب ما يودي ما يودي ما يودي ويانا ماشي 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 ولا بيدي معرفش كنت مروح ولا انت الهوى هيهدي معرفش كنت مروح ولا انت الهوى هيهدي وإني أقلها فينا يمكن ترجع بلاوينا وإني أقلها فينا يمكن ترجع بلاوينا وكل ما كان يا أبويا أيام حلوة وحكايات حكايات 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 على حسب وداد قلبي يا أبو على حسب وداد قلبي يا أبو سلم بالمكتوب وأنا هربان مغلوب لها سلم بالمكتوب وأنا هربان مغلوب وهقول للدنيا دنيا أنا راجع للمحبوب ومغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة ومغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة وتنزل طول الفرحة يا أبويا وهقول يا حبيبي سلامات 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 على حسب وداد قلبي يا أبو على حسب وداد قلبي يا أبو على حسب وداد قلبي يا أبو الفنانة حنان عصام، برحب بيكي وبقول لك ألف مبروك على حفلة الليلة. اهلا بيكي واهلا بالجمهور الجميل. حنان قولي لي أولا هتغني إيه النهاردة؟ بصي النهارده هغني اغنيتين في ودن الناس كلهم. هغني لحن الفنانه صباح عشقه وغلبانه، ولحن الفنانه شاديه اسمه يا اسمراني اللبناني. النهارده احنا بنكرم فنان عظيم وهو بليغ حمدي. كلميني عن بليغ حمدي، انت شايفاه ازاي وشايفه عبقريته في ايه؟ بصي يعني انا من زمان بصراحه بقول ان الفنان بليغ حمدي ده هو بابا يعني. بمعنى ان هو الحانه اولا فريحيه جدا، يعني لازم لما تدوري على اي لحن فريحي هتلاقيه بتاع الفنان بليغ حمدي، ولما تدوري على لحن نكد جدا جدا هتلاقيه برضو بتاع الفنان بليغ حمدي. فانا بصراحه هو من افضل الملحنين اللي انا بحب اقدم لهم دايما اغنيه، حتى لما باجي اختار في اي حفله لازم بختار له بيكون على الاقل في لحن ليه معايا في الحفله. فهو مميز جدا بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير يعني.
أحبائنا المشاهدين، في نهاية لقائنا بشكركم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا الليلة، وإلى اللقاء إلى الأسبوع المقبل وبرنامجنا أوبرا القاهرة.